السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. واش حوالكم؟ مرحبا بكم في قناه تقوى ملك مع وصفات جديده بزاف بنينه ساهلين واكيد البنه عالميه. على هادي صلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. والوصفه تاع اليوم بنه عالميه، بيتزا كالزون كيما يحب الخاطر، بواحد العجينه قطنيه فارغه من الداخل وتتقرمش من برا ومفرمجه مشخشخه. واش نقول لكم، بنه عظيمه. غير جربوا هاد الوصفه، صدقوني لو كان جربوها رايحين توليو مدمنين عليها بهذه الطريقه. شوفوا ديك البنه ديك الخفه، ما عندي ما نقول. يعني الفيديو راه هو وحده قاعد يحضر. على هادي بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء تاعكم وخليوا لي لايك وكومنتير مليح كيما نتوما وتابعوا معايا. للوصفه انا درت هنا كميه كبيره، حطيت 2.5 كيسان تاع الماء. بالنسبه هنا اللي حابين يديروا كميه صغيره ينقصوا. درت 2 مغارف تاع الخميره، 2 مغارف تاع السكر ومغرف كبيره تاع العسل راح يمد خفه لهذيك العجينه بطريقه رهيبه. خلطوا كل شيء مع بعضها. من هنا الماء يكون دافي ونضيفوا لها 5 مغارف تاع الزيت، مغرف كبيره تاع الملح وحبه تاع البيض. كل هاد المكونات نخلطوهم. بعد ما خلطنا هنايا كل هذيك المكونات نبداو نضيفوا في الفارينه. انا هنا احتجت كيلو تاع الفارينه بالضبط. شوفوا بالنسبه للناس اللي يحبوا يديروا كميه قليله يقسموا كل حاجه على 2، يعني مغرف خميره مغرف سكر. فهمتوا كيفاه؟ يعني تمشيو بهذه الطريقه. سينو هنا نبداو نلمو في العجينه غير بالسباتيل ولا بالمغرف ولا باي حاجه. هنا من بعد كي نضيفوا الكميه الثانيه تاع الفارينه نبداو نخدموا بيدينا حتى نتحصلوا على هاد العجينه الطريه وحكمه روحها في نفس الوقت. يعني عجنوها تقريبا 2 دقائق لا اكثر، يعني 2 دقائق توفي بالغرض. ومن بعد نحطوها هنا في ريسيبيون ولا في باسينه ولا في اي حاجه، المهم تخمر. نغطيوها ونحطوها في بلاصه تكون دافيه، خاصه بارد الحال. ونوجدوا الحشوه. بالنسبه للحشوه هنا انا درت هذه الاولى تاع الدجاج. جبت هنا حطيت في مقله شويه زيت وربع صدر تاع دجاج ولا كويس تقطعوه مربعات مع الفلفل الحار. عندي الاخضر وعندي الاحمر. بعد ما تقلاو مليح ضفت عليهم شويه سنات تاع الثوم، توابل، ضفت الملح الفلفل الاسود والراس الحانوت خلطتهم. ومن بعد ضفت راس بصل يكون صغير قطعته جوانح. بعد ما طابت هاد الحشوه نحطوها على جنب. ونوجدوا صلصه الجبن اللي فيها 1.5 كاس تاع الحليب، 2 مغارف كبار تاع جبن طري وشويه ملح شويه فلفل اسود. خلطوهم هنايا كلش مع بعضهم. كي يبدا يغلي الخليط ضيفوا عليه شويه تاع الفرماج رابي. تقدروا ديروا اي نوع، يعني سواء ديروا شيدار غودا غريير كيما تحبوا. خلوها تطيب حتى تنشف شويه. تتحصلوا على ابن صلصه الجبن بزاف بزاف بنينه، صدقوني هايله وتوجدوها بالخف. هنايا نرجعوا للعجينه. شوفوا نلقاوها خمرت ما شاء الله. انا قلت لكم درت كميه كبيره وانتوما حسب عدد افراد العائله ولا تقدروا ديروا هاد العجينه وتحطوها في الكونجيلي رايحين تحتاجوها فيما بعد. فهمتوني؟ يعني تحتاجوها. هنا بعد ما نحينا ديغازينا هذيك العجينه بعد ما خمرت نبدا هنا نقسم فيها بهاد الطريقه. هنا تديكم حتى 9 خبزات. هنا الخبزه تاع الكالزون تجي كبيره. قبل ما نكملوا لازم نشعلوا الفرن ونخليوه يسخن. انا درت اليوم في فرن تلمسان، فرن ابو سفيان. دوك نحط لكم هنا كامل المعلومات من اروع واجود الافران تاع الغاز اللي ممكن تشريوها، خاصه جاي رمضان. دوك نكمل نحكي لكم عليه ومن بعدها. هنا بعد ما لوزت هذيك العجينه على تقريبا 9 حبات، قلت لكم خرجت لي هذه 9 تاع 10 حبات وكباره، يعني كل واحد يدي حبه. هنا جبت ندير نوريكم هاد لاستيز. جبت هنا ورق المطبخ دهنته بشويه تاع الزيت باش نتفادى نهائيا لهذيك العجينه تلصق. نحط فوق هذيك العجينه اللي فتحناها على سمق رقيق ونبداو نفرسيو فيها. درت الطبقه الاولى هنا صلصه الطماطم. دوك نحط لكم صلصه الطماطم وحدها ونزيدوا هنايا نديروا صلصه الجبن كيما راكم تشوفوا بزاف بنينه. غير بردت بدات تدي هذاك القوام الخادر شويه. ومن بعد زدت شويه تاع الجبن المبشور، تقدروا تستغنوا عليه يعني صراحه.
واللي عندهم يديروا هذاك الجبن اللي يتباع بسومه رخيصه. هنا نغلقوا العجينه على جهه هكا، ومن بعد ندير في الاطراف جبن طري. الا ما عندكمش هذا الجبن تقدروا تستغنوا عليه نهائيا، لانه هذه الخطوه ماشي ضروريه. انا برك كان عندي واستخدمتها، ومن بعد تطويو بهذه الطريقه وتقفلوها. هاهي من بعد هنا واش ديروا، زيدوا حطوا من الفوق مغرف تاع صلصه الطماطم. هذه الصلصه تاع الطماطم يا البنات بنينه 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 كي العسل، صدقوني. دوك نحط لكم وصفه في الفيديوهات الجايه وان شاء الله تعجبكم. بعد ما درنا هذيك صلصه الطماطم من الفوق بالفرشات برك من الفوق، نجيبوا شويه تاع الجبن المبشور بهذه الطريقه، نوزعوه كامل. تقدروا ديروا موتزاريلا، شيدار، غودا، غروير، اللي يحب قلبكم، ولا مام هذوك الاجبان النوعيه رخيصه. ومن بعد جبت هنايا كميه من صلصه الجبن، نوزعوها بهذه الطريقه. نجيبو بيك هنا عود يعني يكون رقيق، ونبيكيو به هذيك العجينه باش ما تتنفخش ومن بعد وما يفسدش الشكل تاعها وتخرج الحشوه. ومن بعد هنا زينتها بحبيبه تاع الزيتون وشويه تاع هذا البصل شرائح، وندخلوها للفرن الطيب. كيما راكم تشوفوا حطيتها هذا فرن تلمسان تاع ابو سفيان، يهزلكم الخير والبركه. فيه زوز بلاطوات كيما راكم تشوفوا. انا قلبت هذاك وحطيت فوقه هذا البلاطو الثاني باش الطيب لي محمر الله الله وما تتحرقش. شوفوا هنا تقدروا تشعلوه في زوج مع بعضهم، ولا لتحت وحده والفوق وحده، المهم لكم الاختيار. تاني الحراره تقدروا تنقصوا فيها تزيدوا فيها. صدقوني الى كسبتوا هذا الفرن انساو اي حاجه طيبوا فيه، المخبوزات، الحلويات، اي حاجه لي قراتا كلش، اي حاجه يحبها قلبكم طيبوها في هذا الفرن. صح رايح يحكم لكم سنين وسنين وسنين وهو يضاين معاكم. دوك نخليكم هنايا رقم الهاتف تاع ابو سفيان الى حابين كومونديو من عنده، ولا في التعليق المثبت الاول. شوفوا هذيك البيتزا كالزون اللي طابت في فرن ابو سفيان. صدقوني لو كان طيبوها في الفرن تاع تريسيتي ما تجيش كيما هكا، ما تجيش تجي صح بنينه وكلش، بصح بهذه الطريقه وتبان انها مشريه تاع برا. غير في فرن ابو سفيان راه يوصل ل 58 ولايه، يعني التوصيل 58 ولايه، وعنده احجام متنوعه لهذا الفرن. كاين تاع الكبير، الصغير، المتوسط، حسب نتوما والاحتياجات تاعكم. صدقوني هذا الفرن صح كنز في الدار. شوفوا هاد البيتزا كالزون كيفاش جات، شوفوا ديك البنه، شوفوا داك التفرميج، داك التشخشيخ، هايله هايله هايله. كيما قلت لكم من اروع واجود انواع الفرن. انا صراحه كي كسبته ما نقدرش عليك والله، غير فرحت به. والتجربه تاعكم شفتوا طيبت هنا اول مره طيبت فيه، وشوفوا النتيجه قدامكم. نتيجة ولا أروع، ما يحرق، ما يخرج غاز، ما والو. تقدروا تركبوا فيه قرعة تاع غاز ولا غاز دوفيل، يعني فيه زوج وحايد. البلاطوات تاعو كبار ما شاء الله، سورتو كي تعودوا عائلة ديروا خبزة واحدة تاع بيتزا وانتوما فريتوها، ولا طيبوا كونتيتي، ولا في العيد طيبوا البقلاوه، المقروض، يعني اي حاجه طيبوها فيه بزاف هايل. المهم تلقاو كامل المعلومات في صندوق الوصف، وان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم وتجربوها وتبعتوا لي تطبيقات تاعكم في الانستغرام. راني نحط وصفات، نحط ستوريات، نحط اي حاجه يعني متعلقه بالطبخ. الى هنا يوصل الفيديو تاعنا للنهايه تاعو. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، وان شاء الله تشتريو فرن ابو سفيان، فرن تلمسان. هما المقر تاعهم في تلمسان اصلا، يعني تديو الحاجه الاصليه على اصولها كما يقولوا. وهذه هي. تهلاو في رواحكم، مع الف سلامه، وخليوا لي لايك وخليوا لي تعليق مليح كيما نتوما، ومع الف سلامه.